ليفربول وارسنال، ده مش مجرد ماتش قمه، دي معركه ما بين ارني سلوت وميكيل ارتيتا. النهارده هنقدم تحليل شامل لما قبل المعركه، هنفصص كل سلاح عند كل فريق، من بناء اللعب المتنوع لليفربول للضغط المرعب لارسنال، وهنكشف عن اللاعبين اللي ممكن يكونوا سبب الفوز او سبب الخساره. حلقه دسمه هتغذي عقلك الكروي. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها اسلحه ليفربول، ازاي بيطلعوا تحت الضغط. ليفربول مع سلوت فريق متنوع في بناء اللعب، عنده اكتر من طريقه عشان يضرب بيها ضغط الخصم، وهنشوف دلوقتي المثال الاول ضد نيوكاسل يوم الاثنين اللي فات. سوبوسلاي بدا كباك يمين لكنه كان بيدخل عمق الملعب، بالحركه دي خلى ليفرامينتو يتردد انه يطلع من مكانه المسافه دي كلها، وده فتح زاويه تمرير لاليسون انه يلاقي سوبوسلاي كمونس بلاير ويطلع للعيب الحر. ليفربول هيستخدموا النوع ده من الروتيشنز كتير، وكمان سلوت عنده سلاح مهم قوي اسمه الثيرد مان. سلوت بيحب يستخدم اسلوب ديزيربي، بيبدا بشكل 4-2-4 في ضربات المرمى، بيسحب الخصم لقدام بتمريرات قصيره سريعه تضرب المساحات قدام ضغط ارسنال. وهنا مع وجود اوديجارد اللي بيحاول يقفل على جونز وحطه كشادو مارك، بس جونز هنا كان ذكي جدا واتحرك كظهير وهمي، وده سحب معاه ساكا، فضى مساحه للاعب الثالث يستلم. كمان سلوت عنده سلاح مهم قوي اسمه اللعب المباشر، لو اتضغطوا مان تو مان ما عندهمش اي مشكله يلعبوا كور طويله مباشره. ضد نيوكاسل سلوت استغل القوه البدنيه لجاكبو على تريبيه، وفعلا جاكبو كسب التحامات كتير جدا قدام تريبيه، وده فتح مساحات كتير لليفربول في نص ملعب نيوكاسل. لكن ده سلاح خطير، كان في مرات كتير ليفربول بيخسروا الالتحامات دي وتعاقبوا فورا في التحولات بسبب المشكله دي. هنروح دلوقتي للآلة التي لا ترحم، منظومه ارسنال الدفاعيه، واول حاجه هنتكلم فيها اهميه اوديجارد. متخيل جدا يوم الاحد ارني سلوت وهو بيشوف التشكيل ارسنال اول حاجه بيدور عليها اوديجارد، اللعيب ده بيلعب ولا ما بيلعبش. وعشان نفهم قوه ارسنال الدفاعيه لازم نبدا من القائد، غيابه هيكون كارثي. ليه؟ لان ليفربول بالاسلحه اللي قلناها عنده القدره يكسر اي ضغط لو ما فيهوش تناسق كامل. وهنيجي دلوقتي لنقطه مهمه قوي في منظومه ارسنال الدفاعيه، تحول من الزون للمان تو مان. طب ازاي الضغط ده بيشتغل؟ من ضربه المرمى. اوديجارد بيبدا في وضعيه الزون وان هو يعمل شادو مارك لرقم 6 بتاع ليفربول، لكن في اللحظه اللي الحارس بيلعب فيها باص قصير بيتحول الفريق كله لمان تو مان. اوديجارد بيطلع على طول على فان دايك. ليفربول بيحاولوا يواجهوا الضغط ده في لقطه بص عليه، لعبوا باص قصير ذكي، سحبوا لعيبه ارسنال اللي قدام يضغطوا مان تو مان، وبعديها على طول لعبوا باص مباشر لفوق. جونز هنا كان واقف على نفس الخط مع نونيز وثبت جابرييل في مكانه، وبكده فتح مساحه ورا ميرينو. جونز استغل المساحه دي واجبر لعيبه ارسنال يرجعوا لورا اكتر. دلوقتي هنتكلم على المرونه الدفاعيه. عبقريه ارسنال الحقيقيه هي المرونه. بتلاقي ساكا بيطلع يضغط من العمق، تمبر او وايت في ظهره على طول، سليبه في ظهرهم بيغطيهم هما الاثنين. المنظومه دي بتشتغل صح 9 مرات من 10، لكن ليفربول لو غلطت في تفصيله واحده قدامه هيعاقبك، زي السنه اللي فاتت رايه اتاخر في الطلوع، روبرتسون لحقها 1-0، بعدها بدقيقه غلطوا في بدايه اللعب خسروا التحام 2-0. ودلوقتي هنروح لنقاط الضعف والمفاتيح الحاسمه. هجوميا ليفربول عندهم جوده خرافيه، لكن وجود فيرتس خلق مشكله توازن خطيره. فيرتس لاعب حر مش منضبط تكتيكيا، وده بيخليه يسيب مكانه كتير. طب والنتيجه؟ بتلاقي 4 لعيبه من ليفربول متجمعين ناحيه الشمال وناحيه اليمين فاضيه. لو سلوت ما حلش المشكله دي ارسنال هيستغلوا المساحات دي في التحولات وهيدمروا ليفربول. هنتكلم دلوقتي عن فوضى الكرات الثابته. لازم نتكلم عن مشكله هتبقى كابوس في الماتش ده، الكرات الثابته. الموسم اللي فات الاهداف الحاسمه في ماتشات ليفربول وارسنال كانت بتيجي من الكرات الثابته. ليفربول عندهم فوضى كبيره جدا في الدفاع عن الكور الثابته، وده شفنا تاثيره لما ميرينو سجل السنه اللي فاتت. حتى لما حاولوا يدافعوا متقدم ضد نيوكاسل استقبلوا هدف. ارسنال ملوك في الكور الثابته، وهيستغلوا النقط دي كويس قوي قوي قوي، خاصه في وجود رايس اللي بيعمل كروسات عالميه دلوقتي، في وجود سليبه، في وجود جابرييل، في وجود ميرينو لو اوديجارد ما لعبش، ودول بيجيدوا الضربات الرأسيه. وعايزين نتكلم دلوقتي عن اختيارات ارتيتا في الهجوم. وجود ايزي وجيوكريس ومادويكي بيدي بعد جديد وهجومي اكبر، وانا متاكد ان ارتيتا هيحاول يعزل الاجنحه بتاعته في موقف 1 ضد 1 ضد أظهرة ليفربول. هو عايز كده، هو عايز يخلق المعارك الفرديه دي. هو عايز مادويكي ضد كريكيز، عايز ايزي ضد اي حد هيلعب باك رايت في ليفربول. السنه اللي فاتت لما عملوا كده ساكا دمر روبرتسون، لكن في مخاطره كبيره جدا في النقطه دي. ايزي تهديده الهجومي اكبر، هو بياخد ريسكات اكبر من تروسارد ومارتينيلي اللي بيميلوا ان هم يدوروا لعب تاني. وهنا المشكله ان الريسك بتاع ايزي هيفتح مساحات لليفربول في التحولات اكتر بكتير، ودي معضله لازم ارتيتا يحلها. وهنا هنبدا نتكلم في نقطه قويه جدا لارسنال،
وهي بناء اللعب. لو في نقطه سلوت محتاج يطورها مع ليفربول هتبقى الضغط العالي اللي لسه مش منظم 100%، وهنا ارسنال ممكن يستغلوا ده كويس قوي. ارتيتا عنده اساليب كتير عشان يعمل زياده عدديه ضد ضغط ليفربول. عنده اوبشن ان رايا يطلع وسط الاربع مدافعين، ممكن لاعب الارتكاز ينزل، ممكن المهاجم يحاول ينزل يستلم، الاظهره تدخل للعمق. الهدف دايما ايجاد اللاعب الحر. سلوت عارف مخاطر اسلوبه. ارسنال الموسم اللي فات عملوا تفوق كبير جدا في الانفيلد، لكن فشلوا بسبب الجوده الهجوميه، وده فتح مساحات للتحولات كبيره جدا لليفربول. فكره ليفربول الدفاعيه قابله للاستغلال لو لعبت بشكل عمودي، لكن دي مخاطره كبيره، هتخسر استحواذ، هتفتح الملعب للتحولات. وليفربول دايما سايب صلاح فوق عشان المرتدات السريعه، ومعاهم جوده فان دايك، كوناتي، اليسون، ده بينقذ الفريق كتير. في الاخر النتيجه هتتحدد على العقليه والاداء وقت الحسم. اللعيبه فاهمه مبادئ مدربيها، والمطلوب دلوقتي التنفيذ. ارسنال عنده الادوات ان هو يسيطر، لكن ليفربول الانفيلد مش سهلين تماما. حاله المباراه مهمه جدا. الفريق اللي بيتقدم بيبقى حذر اكتر. على الورق ممكن ارسنال يكون الاقرب، بس الكره ما بتتلعبش على الورق. ليفربول عندهم حلول كتير يخرجوا بيها بالكوره، لكن عندهم نقطه ضعف واضحه في عدم توازن فيرتس. ارسنال عندهم منظومه دفاعيه شبه مثاليه وقدره على خلق زياده عدديه، والاهم عندهم نيه واضحه لعزل الاجنحه في موقف 1 ضد 1. اتوقع ماتش ممتع مليان اهداف، لان الفريقين عندهم القدره يأذوا بعض، وصعب نشوف الكمال في بدايه الموسم. وهنا السؤال ليكم، مين في رايكم هيكسب المعركه التكتيكيه دي؟ وهل تتفقوا ان فيرتس ممكن يكون الهديه اللي ارسنال مستنيها؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وبكده نكون خلصنا حلقتنا الدسمه جدا. انا سايب لكم تحت لينك لحسابي في تويتر او اكس، عشان هناك هنحلل الماتش ثانيه بثانيه. ولو انت فعلا وصلت معايا لحد هنا فانا بشكرك جدا، ده تقدير كبير جدا للمجهود ده. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وانت ماشي عشان غيرك يستلم ويشوف. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.